وتوقن أن المسلك الذي يخيف المتربص بنا ويكف الصائل عنا وقد أمر به ربنا وحث عليه بالقول والفعل نبينا هو القوة بالفهم العام للقوة، كما في قول الله ذي القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة الحق لم يهزمه طاغية وإن تمكن من تدمير بلدان. الحق قوة، وبذرة الحق لا تترعرع إلا على تربة القوة، ولن تنفي الأمة الضيم عنها إلا بقوة تذكر العلج أن الحق منتصر، وأن للدين حصنا غير مقتحم في وسطه أسد جاث على الركب له جند من الرعب مع الهندية القضب، فما يشفي صداع الرأس مثل الصارم العضب. والقوة التي لا يعدلها قوة هي اتخاذ كتاب الله منهاج حياة بقوة، ففيه أن ما يجري على الأمة سنة من سنن الله في تمحيص وابتلاء الأمة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.